هل فعلا يعني مرحلة ما بعد ال40 فعلا بيحصل تغير في الشخصية؟ اولا ازمه منتصف العمر مش حاجه لكل الناس. مع ان انا مش مبسوطه في ال50 خالص يا دكتور الحقيقه. ما احنا هنيجي بقى نشوف هنعمل ايه في ال50. يعني الموسم الثاني ولسه مش مبسوطه برضه. لسه مش مبسوطه في ال50. لا، الاكتئاب بيزيد عند الرجاله بعد سن ال60، الاكتئاب بيقل عند الستات بعد سن ال60. فعلا انا شفت ناس كتير في حياتي قريبين مني كان عندهم مشاكل معينه، طول الوقت عندي هاجس ان انا هتعرض لده. انا اكتر الحاجات اللي فيها خطر انا عملتها بعد سن ال40. لما حصل ان انا كبرت قلت لازم اعمل عشان نقعد بقى مأخرين. احنا بنهزر. العداد بينزل لتحت ما بيطلعش لفوق. بعد ال40 ايه اللي حصل؟ الموسم الثاني. عايزين نبتدي الموسم الثاني بدردشة عامة أو مناقشة عامة عن مرحلة ما بعد ال40 بشكل عام، يعني ال40 وال50 وال60 مش الأربعينات. ودي كانت برضو حاجة يمكن عانينا منها شوية في الموسم الأول. الناس كانت فاكرة إن احنا بنتكلم عن الأربعينات بس، لا احنا بنتكلم عن ما بعد ال40. زيك يا لينا. زيك يا منى. بعد ال40 ومرحلة منتصف العمر، والحلقة الأولى في الموسم الثاني دي حلقة أنا مهتمة بيها بشكل شخصي جدا. أنت طبعا مطمنة جدا جدا في الخمسينات وما عندكش أي مشاكل، بس أنت عارفة أن أنا ما عنديش نفس الشعور ده. بس الحلقة دي الحقيقة أن هي حلقة بتتكلم على الأربعينات والخمسينات والستينات، منتصف العمر من الناحية النفسية. ومعانا النهاردة دكتور نبيل القط، الكاتب واستشاري الصحة النفسية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ازيك يا منى؟ ازيك؟ ازيك يا لينا؟ ازيك يا سعداء انك معانا جدا جدا. وانا كمان احنا سعداء عشان عندنا اسئله، احنا نفسنا مخاوف، والاسئله بتتكلم عليها وموصينا ناس كتير كمان على اسئله ومخاوف. طيب ابتدي معاك ليه احنا بنخاف نكبر؟ وليه بنسميها ازمه منتصف العمر اصلا؟ اولا ازمه منتصف العمر مش حاجه لكل الناس، هي لبعض الناس. مش كل الناس بيمروا بازمه منتصف العمر، وفي شروط ممكن نتكلم فيها. ايه اللي يخلي الناس تمر بالازمه دي، وايه اللي يخلي الناس ما تمرش بالازمه دي؟ ليه بنخاف؟ لانه في عوامل مخيفه، زي ان احنا بنبتدي بعد ال40 العمر الزمن بيتناقص معانا. بعد ما كنا بنفرح بان احنا بنكبر، بقينا بنخاف ان احنا بنكبر، لانه الامراض بتكتر، الموت بيقرب، صح. الاسئله بتتغير، الشكل بيتغير، الجاذبيه بتتغير، صح. القوه نفسها بتتغير. ففي الامراض القلب وامراض في حاجات حقيقيه بتفرض نفسها علينا وبتخوفنا. فهو حاجه حقيقيه وموضوعيه ان احنا نقلق من سن ال40. هل في شخصيات ممكن تخاف من التقدم في العمر اكتر من شخصيات تانية؟ طبعا. ايه بقى؟ طبعاً. ايه الشخصيات اللي اكثر عرضه انها تبقى قلقانه تكبر وقلقانه تدخل في المرحله العمريه دي؟ لو انا هقول الشخصيات القلقه اللي عندهم قلق بشكل عام، الشخصيات الانطوائيه اكتر اللي ما عندهمش حياه اجتماعيه، الشخصيات اللي الاتكاليه اللي هم الديبندنت على اخرين. ودول ليه بيقلقوا بقى؟ دول بيقلقوا علشان هيبقوا وحيدين، علشان خايفين من الوحده بشكل اساسي، ان هو يبقى مسؤول عن نفسه. بتيجي خايفه على امها انها تموت، خايفه على ابوها جدا جدا، لان دول مصادر الدعم الاساسي في حياتهم. خايفه على الزوج، خايفه من انها ما تقدرش تشتغل، خايفه من الامراض. فالناس الاتكاليين والاعتماديين اللي ما بيعرفوش يتصرفوا بيقلقوا جدا بعد سن ال40. طب هل ممكن تبقى التجارب اللي عاشها الإنسان أو الشخص قبل مرحلة ال40 هي اللي أدت لأن يبقى عنده مخاوف؟ يعني مثلا يبقى مر بتجارب قاسية أو شاف قدامه ناس بتمر بتجارب قاسية، فبالتالي بقى عنده الهواجس دي جات له بقى، يعني بقى متخيل نفسه انه هيبقى في موقف الناس دي في يوم من الايام. ده ممكن بجد يبقى مسيطر على بعض الاشخاص في مرحلة. ممكن ده يكون احد العوامل اللي بتخلي الناس تخاف من بعد سن ال40. ممكن حد يبقى عنده مثلا
حد قريبه مثلا او حد قريبته جالها كانسر مثلا عند سن 40، او جاله ازمه قلبيه وتجلط بعد سن 40، او حصل له هشاشه عظام واتكسر بعد سن 40. انا بحس ان انا كده، اصل انا بسال السؤال ده عشان انا بحس ان انا كده. انا شفت ناس كتير في حياتي قريبين مني كان عندهم مشاكل معينه، طول الوقت عندي هاجس ان انا هتعرض لده في يوم من الايام، فده احد طول الوقت العناصر. خايفه، طول الوقت مرعوبه انه ده يحصل لي. طب في ناس يا دكتور نبيل بس ده احد العناصر، انا بس عايز اقول انه ده احد الاسباب. ايه باقي العوامل بقى يا دكتور نبيل اللي ممكن تخلي الناس تخاف بشكل يعني مش مبالغ فيه بس بشكل كبير يعني؟ اوكي، واحد، الحفاظ على حياة صحية جيدة من خلال الحركة والنشاط الجسدي المستمر، ده اللي يخلينا ما نقلقش، أو لو عملنا كده ما نخافش. الناس اللي طالعة من الثلاثينات والاربعينات محافظين على حياة جسدية وصحية نشطة وحيوية مش هيبقى عندهم الهاجس ده، مش المترهلين اللي قاعدين ما بيتحركوش الى اخره. 2، الناس اللي متحققين في عمل او في كارير هيبقى عندهم، مش هيبقى عندهم الهاجس ده. الناس الست اللي قاعده فقط قاعده فقط للامومه، العيال كبرت بعد سن 40 ومش محتاجينها، فين حياتي وانا عملت ايه؟ وممكن الزوج يكون مريض او راكن على جنب او مشغول في شغله او مسافر، فهي هتبقى صعبة جدا مع الولاد، بتلاحقهم لأنها لازم تمارس دور الأمومة، وبتلاحق زوجها عشان بيتمارس برضه دور الأمومة عليه، وهكذا. فإذا الناس اللي بتحققها في الكارير والناس اللي عندها صحة جسدية كويسة بالحفاظ على صحتها الجسدية، الناس اللي عندهم دوائر علاقات قوية سواء مع الأسرة أو مع الأصدقاء، الناس دول برضه هيبقوا ما حسوش بسن 40 لانه ما تغيرش الحاله الاجتماعيه. بالعكس بقى الناس دول بيبقى عندهم استقرار في العلاقات، عارفين مين الصديق المقرب ومين الصديق البعيد، ومش مرتبكين في العلاقات حتى داخل الاسره. 4، الناس اللي متحققين في علاقه رومانسيه يعني مع الزوج، وحياتهم الزوجية مستقرة وحياتهم الجنسية مستقرة لآخره، فدول برضو بيبقى ما عندهمش شعور بسن 40. بس بنشوف ساعات يا دكتور نبيل ناس يعني يبدو لي ان هم محققين نفسهم في الشغل، محققين نفسهم في الزواج، محققين نفسهم اجتماعيا، بس مثلا واحدة خايفة تكبر وشكلها يعجز، خايفة من الشكل حتى وهي صحتها كويسة. أنا قلت لك إنه ده بيحصل مع الناس اللي عندهم اضطراب قلق. اضطراب القلق، لو حد عنده قلق زي في كل حاجة بقى، فالقلق هيطلع حتى لو محقق نفسها أو محقق حتى نفسه، لو محقق نفسها هو شخص قلق بالظبط. طيب هل فعلا يعني مرحلة ما بعد 40 فعلا بيحصل تغير في الشخصية؟ يعني الناس بتحس إن في حاجة كده اختلفت. أنا في واحدة صاحبتي قالت لي إنه أنا فعلا لما تميت 40 سنة حسيت إن أنا اتغيرت، يعني نظرتي للأمور اختلفت، تعاطية مع المشاكل اختلف، إحساسي بنفسي اختلف، ولا إحنا اللي بنوهم نفسنا؟ يعني ليه تفسير علمي؟ بصي، الناس اللي حياتهم ممتلئة بالحركة وبالعلاقات والاستمتاع بالحياة إلى آخره، ده بيحافظ على مخنا إنه يكون نشط، فبيحصل فيه عند سن 40 assimilation، زي تمثل وهضم وامتصاص لكل الخبرات اللي احنا عشناها قبل كده. هذا الهضم بيحول الذكاء من ذكاء تقليدي في اتخاذ القرار، زي التحليل زي كذا، إلى حاجة بيسموها العلماء crystallized intelligence أو الذكاء البلوري، اللي هو كان كارل يونغ اتكلم عليه، على الحكمة اللي بتحصل في الفترة ديت، انه انت بقيتي بتلقطي الحاجات بسهولة، بقيتي بتاخدي القرارات بسهولة، بقيتي مش متوترة زي الأول لأنك وراكي خبرة كبيرة عرفتك تراكم التجارب، عرفتك ان انت تقدري تحلي المشاكل. ما هو ياما دقت على الراس طبول. فبيحصل فيه، رغم انه في تدهور في المخ على فكرة، لكن من الناحية التانية يعني شوية تدهور بسيط، خدي بالك عشان بس نقول انه عند سن 40 التدهور في المخ ما بيكونش كبير، بيبقى في حدود 2% اللي هو في الذاكرة بقى، في اتخاذ القرار. وهل الستات زي الرجالة في موضوع التدهور في المخ؟ انه
ممكن نتكلم في ده في تدهور في لا، المخ. وموضوع النضج كله زي كمان. بعض. تدهور في المخ يحصل عند الستات زي كله زي الرجاله في بعض، نفس السن. كله زي بعض. لا، وموضوع النضج والتويست التحول اللي بيحصل ده، بيحصل الستات زي ستات الرجاله ورجالة؟ ولا لا؟ ولا في والستات حد زي فيهم؟ لا الستات اكتر. انضج صح؟ الستات اكتر. متهيألي يعني هو كده. المفاجاه المذهله انه بعد المينوبوز الامراض النفسيه بتقل عند الستات وبتزيد عند الرجاله. حضرتك قلت كده في الكتاب بتاعك ان الست ما بتبقاش تحت نفس الضغوط بالظبط. مع ان انا مش مبسوطه في ال50 خالص يا دكتور الحقيقه. ما احنا هنيجي بقى نشوف هنعمل ايه في ال50. يعني الموسم الثاني ولسه مش مبسوطه برضه لسه مش رينا؟ مبسوطه في ال50 لا، بس زي ما بنقول بس كده متقبله اكتر يعني. انه في حاجه اسمها الذكاء البلوري. الذكاء البلوري ده اللي هو انت بقيتي تلقطيها وهي طايره عشان انت عندك صح. خبرات رهيبه، بتحل المشاكل بسهوله، بتتدخلي وبقيت عارفه نفسي اكتر، وبقيت صح؟ بالظبط كده، وبقيتي يعني عارفه انت فاهمة، مين. انا ايه اللي يرضيني وايه اللي بحبه وايه اللي بكرهه وايه اللي والأولويات ممكن أوضح. أعمل فيه. والاولويات اوضح، غالباً ده والعلاقات من اوضح، صح. والحدود اوضح. ما عدتش بتسمحي لحد انه يتدخل في حياتك اكتر من اللازم. طيب، اكتر الحاجات اللي بنتعرض ليها من بعد ال40 فما فوق التغيرات الجسديه. صح. يعني جسمي بقى بيبتدي يقول صحيح. لي ده ينفع تعمليه وده ما ينفعش تعمليه. في بعض الناس بتتاثر جدا ويعني يصعب عليها نفسها بقى ان انا ما كنتش بقدر، ما بقتش اقدر ده اعمل كده. مرتبط وفي بعض برضه الناس بالكلام اللي بتاخد احنا ده قلناه في عادي. الاول، بمعنى انه مثلا احنا بنقول ان التستوستيرون بيقل بشكل كبير بعد ال40، وانه نقص التستوستيرون بيؤدي الى نقص في الكتله العضليه بتاعه الجسم، ويؤدي الى مشاكل في الدهون، وزياده في مشاكل القلب والاحساس بالثقه في النفس. بالمناسبه التستوستيرون مش بس عشان الرغبه الجنسيه، هو كمان بيدي احساس بالثقه في النفس، بيدي احساس بالقوه، مش بس في الجسد ولكن في الشخصيه. طب نعمل ايه عشان نقص التستوستيرون ده ما يحصلش؟ نحافظ على النشاط الجسدي. النشاط الجسدي والرياضه بتزود التستوستيرون، بتخلينا نشيطين ومستمرين. يعني فعلا الناس اللي بتلعب رياضه بتزود التستوستيرون، هيكمل معاهم اطول. انا هقول لك اقوى من كده بقى. الستات اللي بيلعبوا رياضه قويه جدا التستوستيرون بيزيد لدرجه انه بيعطل الدوره الشهريه. ممكن يعطل. ما ده مش مطلوب بقى. ما انا مش بقول ان احنا نعمل ده الاكستريم، مش بقول ان احنا نبقى زياده عن اللزوم. بالظبط، ده اللي زياده عن اللزوم. المعقول. بس لو الناس بتلعب رياضه فممكن يعني الرياضه تعادل شويه، نقلل التدهور في التستوستيرون. فالتغيرات اللي انا عايز اقوله بس انه التغيرات الجسديه بعد سن ال40 ليست حتميه، وان احنا نقدر نعمل اي حاجه بعد سن ال40. انا اكتر الحاجات اللي فيها خطر انا عملتها بعد سن ال40. زي ايه يا دكتور؟ زي الغطس، زي الطيران الشراعي، زي ان انا انط بباراشوت. كل ده عملته بعد ال40؟ عملته بعد ال50. وليه بقى؟ ليه فكرت تعمله بعد ال50؟ كان نفسي اعمله طول حياتي. ومأجله لما خلصت بالظبط كده. مأجله ولا كنت خايف زمان؟ كنت خايف ومتردد وقلقان من المغامره. بس لما حصل ان انا كبرت قلت لازم اعمل. عشان نقعد بقى مأخرين. احنا بنهزر. العداد بينزل لتحت ما بيطلعش لفوق. انا عندي حاجات كتير قوي عملتها كده بالظبط، بنفس المنطق اللي هو فلا بقى احنا بنهزر ولا يعدي كل ده وما هيعدي العمر من غير ما نعمل الحاجات دي، من غير ما ننط بالباراشوت. وانتظمت في الرياضه بعدها كمان. فعلا ما كنتش بعمل رياضه. هبقول لك في الاخر تعمل ايه. فرقت كتير، فرقت جدا. طبعا. طب يمكن الحته دي حضرتك اتكلمت في حته الثقه في النفس. دي عند رجاله وعند ستات الاثنين؟ يعني عند الرجاله اكتر. عند الرجاله اكتر. طيب هل ده ممكن يكون سبب لما نرجع بقى تاني كلمة الميد لايف كرايسيس أو أزمة منتصف العمر اللي بيتكلموا فيها، على أساس إنه أو إحنا عارفينها بالبلدي كده إنه الرجالة تبتدي تعمل تتصابى، يبتدوا يعني يعملوا حاجات المفروض مش سنهم. هل ده ليه علاقة بإنه فعلا تستوستيرون لما بيقل نفسيا ثقتهم بتقل بنفسهم؟ ثقتي بتقل في نفسي، ببقى عايز أثبت لنفسي إن أنا ما زلت قوي وإن أنا ما زلت يعني مرغوب وعندي جاذبية والستات بتحبني. أيوة. فبيكون نقص في الثقة في النفس. واعتقد انا طبعا مش متأكد اذا كان في دراسات اتعملت على ربط التستوستيرون بالتصابي، لكن انا اظن انه نظريا يعني نظريا كده هم مربوطين ببعض. تمام. طب والستات بقى يا دكتور، الستات التستوستيرون بيقل برضه بنسب معينه، بيقل بنسبه اكبر من الرجاله كمان، بس ما بيأثرش فيهم نفس التأثير. يعني الهرمون لا ما بيأثرش فيهم نفس التأثير، لكن بيأثر تأثير تاني، بيأثر في نقص الرغبه الجنسيه. وبيرجعوا العلماء انه نقص في التستوستيرون لدرجه انه احيانا بيدوا للستات تستوستيرون
لعلاج نقص الرغبه الجنسيه. بس بتدوب بجرعات يعني قليله جدا جدا، 1 على 10 من الجرعه اللي ممكن تعطي للرجل. طيب فكره الشكل، احنا دلوقتي بقينا يعني في مجتمع للأسف ناس كتير جدا يعني ليها صورة نمطية كده عن الشكل، شايفة ان ده هو ده المثالي، وان اذا ما تحققش ده عندها هي كده مش في احسن صورة يعني. وطبعا احنا مش هنتكلم في حق الناس انها تعمل عمليات تجميل، كل واحد حر في الاخر، بس انا بتكلم على الضغط المجتمعي، انه في بعض الناس بتشوف انها لازم تعمل ده من كتر ما الناس شايفة انه ده الجميل وده الحلو. ازاي ممكن الناس تتقبل التغيرات والاختلاف اللي حصل في جسمها وشكلها، بالذات الستات بعد 40 وال50 وال60؟ انا رأيي انه مش لازم تتقبل، مش لازم تتقبل وتعمل حقن لو هي عايزة. لو هي عايزة بالظبط، وتصبغ شعرها. للأسف الشديد الإنسانية صنفت الست من حيث انه قيمتها في الجاذبية، إلى أن يتغير هذا الأمر بعد 100 سنة، بعد 200 سنة. ممكن الستات يتقيموا تقييمات مختلفة، ممكن يكون في أمل في المستقبل إنه الست ما تبقاش جزء من هويتها هو الجاذبية. بس أنا عايز أقول حاجة بس مهمة، إنه لما بقول إنه الستات أو حتى الرجالة من حقهم إن هم يخبوا التجاعيد أو مش عارف كذا أو كذا، أنا بقول إنه ده في المتوسط، في المعقول، في الخفيف. مش بقول ان هم يخفوا تماما ملامح التقدم في السن، لانه ده كذب. ده زي تقدري تقولي ان هم يعني شيم يعني حاسين بالعار من شكلهم، صح، حاسين بالعار من سنهم، وده مش حلو، وده حاجة خطيرة. فأنا بس عايز أقول إنه من حق الناس إنها تتجمل، من حق الناس إنها تخفي بعض من التشوهات اللي بتحصل مع التقدم في العمر، وتحافظ على بعض الجاذبية، لكن مش لدرجة في حدود الخطورة. المعقول، مش لدرجة إن إحنا مش غير ما حد عنده 50 سنة عايز يبقى شكله عنده 20 سنة. ما هو بالظبط كده يعني وده على فكرة يعني وده على فكرة يعتمد على الأطباء. طبعا وكل الناس نفسها تبقى جذابة، طبعا. بس طبعا. الدكتور الإنسان، مش هقول أيوة، الإنسان، في ناس كده فعلا اللي عنده رؤية إنسانية مش بس رؤية طبية، صح. هيقدر يقول للست لا كفاية كده، عشان أكتر من كده ممكن يبقى خصوصا ان في ناس الحقيقه يا دكتور نبيل في الفتره الاخيره شايفين رجاله كمان بقت مهتمه، يعني بقى الراجل يهتم انه شعره يبتدي يقع، يبتدي يتضايق، يبتدي شكله يعجز قوي، يبتدي يتضايق. يعني قصدي حتى مش بس الستات يا منى. دكتور نبيل، عمر حد يعني هل واجهت خلال شغلك ناس ممكن يكون بتدخل في اكتئاب بسبب التقدم في السن؟ طبعا. الست اكتر من الراجل في التأثر بالعمر، لأنه زي ما قلنا من شوية الجاذبية الجنسية هي بتشكل جوهر من الهوية الأنثوية. طيب إيه اللي بيحصل بقى؟ إحنا محتاجين نوسع التقدير الذاتي عند الرجالة والستات أكتر من الشباب والقوة والحضور والجاذبية. بنعمل ده إزاي؟ من خلال إن أنا تأثيري النفسي والاجتماعي على الآخرين يكون متسع، يكون ليا دور في حياة الجيران، في حياة الأصدقاء، في حياة الأقارب، متحققة في شغلي مثلا، متحققة في شغلي. لو ده موجود هتبقى الجاذبية هتاخد مساحة صغيرة، صح، مش التركيز كله على الشكل، مش هتبقى هي دي الجوهر بتاعي اللي أنا كل شوية بطلع من دكتور واروح لدكتور واعمل كذا وبتاع. لما تفردي القماشة النفسية بتاعتك، كل ما تفرديها كل ما تروح الدوتس الصغيره بتاعه الجاذبيه دي تقل، تبعد، ما تبقيش شايفاها. حلوه قوي الفكره، مش هتبقي شايفاها. صح. طيب العلاقات العاطفيه باختلافها بقى، خلينا نبتدي في الاول بالعلاقه الزوجيه. طبعا يعني بعد 40 وما بعدها، يعني معناها منطقيا كده او مفترض انها علاقه زوجيه طويله، كابل بقاله 15 سنه 20 سنه واكتر عليهم. لو مكملين مع بعض. ايه الجهد اللي لازم يتبذل بعد 40 وال50 عشان العلاقه دي تبقى صحيه؟ لانه في ناس كتير بتقع في بير مشاكل كتير بقى، ملل وصمت وانفصال، بس مش انفصال في نفس البيت، ومكملين عشان الولاد، ومش عارفة هعمل ايه لما الولاد يتجوزوا، لما نبقى مع بعض لوحدنا. أو الولاد كبروا ومشوا وسابوا البيت، فالراجل والست اكتشفوا ان هم كانوا مع بعض عشان الولاد، وبعدين الولاد ما بقوش موجودين،
سابوا البيت، فهم يبتدوا يواجهوا تحديات. ايه فعلا اهم التحديات دي يا دكتور؟ الجهد اللي لازم يتبذل. برضو الموضوع يعتمد على قبل 40. يعني ايه؟ يعني لو 2 علاقتهم العاطفية والإنسانية والجنسية مستمرة ونشطة، مش هتفرق معهم 40 من غير 40. هيبقوا قادرين ان هم يتكيفوا مع حتى الضعف الجنسي، مع الكبر. لكن في عنصر أساسي بيشكل مشكلة، لا اللي حضرتك قلت عليه، قلت الملل. عنصر الزهق ده تعود، ليه معنى بيولوجي على فكرة. هو الزهق ده بمعنى ايه؟ بمعنى انه المستقبلات بتاعتنا بتبقى مندهشة في الأول. ثم وانا بتكلم على كلام بيولوجي، مش بنتكلم على كلام نفسي بس. يعني ايه بيولوجي؟ بمعنى عشان بس ابقى دقيق شوية، يعني لو انتي بتشربي قهوة 20 سنة ممكن بعد شوية تزهقي، ما يبقاش القهوة طعم قوي، او تبقي محتاجة تزودي جرعة القهوة عشان تحسي بنفس القيمة اللي انت كنت تشربيها وانت عندك 20 سنة. ده معناه ايه؟ انك محتاجة درجة اقوى عشان الريسبتورز تتأثر. ده بيحصل في العلاقة الزوجية. الملل بيتحرك. طب ازاي نواجه الملل؟ نواجه الملل بعد سن 40 هنركز اكتر على الدهشة، نركز اكتر على تغيير المكان، ان احنا نسافر مع بعض، ان احنا نحضر حاجات مع بعض لطيفة، نروح نرقص مع بعض، نحضر مسرح مع بعض بجهد بقى. بجهد يعني مش ما نسيبهاش للصدفة. بالظبط لو جت عرض بشكل واعي، يعني بشكل بالظبط. فاحنا بعد سن 40 لا خلاص احنا محتاجين ننتبه انه الموضوع محتاج مجهود واعي زي ما حضرتك بتتكلمي في العلاقة مع بعض. فيبقى بنعمل نشاط زائد في التقرب، حتى في التقارب الجسدي. نبقى منتبهين أكتر. الموضوع مش معتمد على الإثارة، ولكن نثير نفسنا تجاه بعض. نتحرك في الشارع وإحنا ماسكين إيدين بعض، نعمل حركات عيال مراهقين، نعمل مفاجآت، نتعلم حاجة مع بعض جديدة، نتعلم حاجة مع بعض ونعمل جديدة. مفاجآت لبعض. يعني زي ما كنا بنعمل مفاجآت وإحنا بنحب بعض، نرجع تاني نعمل مفاجآت لبعض، فنفاجئ بعض بورد، نفاجئ بعض بأكلة في الشغل، واروح رايحه له الشغل ومش عارف ايه، او مستنياه تحت الشغل فيلاقيني. نعمل حركات. والله العظيم الحركات دي هي اللي بتمشي كل الجوازات. طبعا لو طبعا. بس الناس تنتبه للحاجات طبعا البسيطة نسافر دي. مع بعض من غير العيال. بس طبعا حضرتك بتتكلم على زي ما حضرتك قلت من شوية علاقة اساسا ما فيهاش مشاكل، فبالتالي لما دخلنا في منتصف العمر بقت المشاكل بس ان احنا زهقنا، ان احنا بقالنا كتير مع بعض نعمل الكلام ده فبنكسره. لكن لو في مشاكل يمكن تظهر اكتر بعد ال40. لو في اصلا مشاكل بتظهر ليه أكتر بقى؟ بعد ال40 عشان الحاجات اللي حضرتك اتكلمت فيها، عشان كان متغطي بحاجات كتير. من ضمنها الإثارة والحب والكلام ده كان متغطي، والعيال كانوا لسه صغيرين، والمسؤولية والشعور بالمسؤولية. بعد ال40 بنبتدي نرفص بقى، يعني كفايه كده بقى، احنا زهقنا. وتقول لك ضاغطين على نفسنا كتير، تقول لك ايه كفاية. والله انا بتكلم بجد، تقول لك انا ببقى قاعده في الصاله بتفرج على التلفزيون، هو يطلع من الاوضه او انا داخله الاوضه. خلاص بقى مع السن الواحد مش مستحمل، مش قادر يكمل. لو العلاقه جيده قبل ال40، لو جيده هيبقى بس فيها المفاجآت، هيبقى فيها بس الملل، هيبقى فيها بس ملل. لكن متهيألي حكايه ان انا بسمع صوت رجله ادخل اوضه، لا ده موضوع كبير تاني. في تراكم المشاكل والخناقات والاستحمال، لدرجة انه بقى غيابهم عن بعض مكسب. عشان كده بنشوف دلوقتي ناس يعني يمكن ناس ساعات تستغرب تقول يعني قعدوا عاشوا مع بعض كل ده جايين يتطلقوا دلوقتي بعد ال40. ما ده اللي انا كنت عايزه اسال عنه. فكره الانفصال بعد فتره طويله من الزواج. وعاده القرار بيتاخد في مرحله المجتمع بيقول لك وانت صبرت كل ده ومش قادر بقى، او انت هتعيش لوحدك بقى دلوقتي، يعني انت داخل على مرحله صعبه، جواز مستحمله 20 سنه مش قادره تكملي. مش بس كده، ده يقول لك ايه، كان بيتضرب بيهم المثل. عشان مش باين عليهم كان في مشكله، لانهم مخبيين. كان بيتضرب بيهم المثل في العلاقه. وكان يتقال يا نفسنا نبقى زيهم. طيب ايه الحاجات اللي الناس علشانها تستاهل تاخد قرار زي ده بعد فترة جواز طويلة؟ والحاجات اللي ممكن تتعالج؟ الحاجة الوحيدة الاتنين ما يكملوش مع بعض هو العنف. لكن حتى الخيانة، وعشان يعني انا عارف ان ده موضوع كبير. لا يا دكتور، لا حتى الخيانة انا مش متفقة برضه. طب ممكن اكمل كلامي وهتتفقي. لو انا كملت هتتفقي. انا حتى الخيانة الغير مصر عليها،
يعني لو حد خان وندم وقال انا غلطان وانا مش هعمل كده تاني وانا وبذل مجهود لارضاء الطرف التاني وحاول يرضيه بشكل حقيقي ويعوضه بشكل حقيقي عن الجرح، حتى الخيانه الناس بترجع تاني وبتعيش حياه سعيده بعد الخيانه. بجد؟ وانا بتكلم على خبرتي مع الناس. عايز اقول انه الطلاق عمره ما حل. احنا بنتخيل ان الطلاق حل. الطلاق عمره ما حل، عمره ما بيبقى حل حتى مع الزواجات التعيسه. ليه بقى؟ لانه مع طول العمر احنا بيحصل لنا تعلق حتى لو احنا بنرفض الطرف التاني. هو احنا شايفين على السطح انه في 2 تعساء مع بعض وشايفين ان حلهم ان هم يتطلقوا، ماشي، وهو ممكن جدا يكون حلهم، بس هم لما يتطلقوا هيتعذبوا من العشره وهيتعذبوا من التعلق. مش دايما برضه يا دكتور، والله ده احنا بنشوف ناس بيشموا نفسهم بعد الطلاق. انا بقول غالبا. انا مش بقول دايما، انا بقول غالبا. لو هم عايشين مع بعض 20 و30 سنه عشره طويله هيبقى في صعوبه في النسيان وهيبقى في معاناه في النسيان وهياخدوا وقت طويل علشان واحيانا بيرجعوا لبعض تاني. انا مش بدافع عن الزواج التعيس، انا بدافع عن سهوله الانفصال، سهوله قرار الانفصال. مش دايما قرار الانفصال بيبقى حاجه مريحه وحل. صح، بس انا هي بس الحاجه اللي انا كنت عايزه اقولها انه حضرتك قلت انه العنف هو اكبر سبب او يكاد يكون السبب الوحيد الاكبر، اللي يستدعي الاكبر. بس في حاجات تانية الناس بتشوفها على انها دلع. لا، هي مش دلع. انه الحب خلص، انه الود والقرب خلص، ان انا بقيت بفضفض وبرتاح مع حد، مع اي حد غير هو ده. هو بيخلص ليه؟ بيخلص من الانهاك. مش بيخلص الانهاك. انا هقول لك من الخناقات والمشاكل بعد سنوات طويله بيحصل فيه انهاك للطرفين او لاحد الاطراف. الانهاك ده بينتهي ازاي؟ بالصمت، بالابتعاد، بالزهق، بالرفض. هقول لك مثلا في دراسة اتعملت، معهد جوتمان في أمريكا، ده معهد مشهور جدا في العلاج الزواجي وليهم طريقة مخصصة في العلاج الزواجي. عملوا دراسة على الأنواع الزواجات، يعني دراسة بتتنبأ بنهاية الزواج. يعني هي الدراسة ديت بتتنبأ بعمر الجواز بناء على مجموعة من العوامل. من ضمن العوامل ديت حاجتين: وجود مشاعر سلبية، غياب مشاعر إيجابية زي ما أنت بتقولي كده. طيب، وجود مشاعر سلبية زي انه الزوجين بيشتموا بعض، بيتخانقوا مع بعض، بيكرهوا بعض، ما بيحبوش بعض، مش عارف كذا، ده بينهي الزواج في كام سنة؟ في 7 سنين ونص. طيب، غياب مشاعر إيجابية زي ما حضرتك بتتكلم، مفيش حب، مفيش ود، مفيش كذا، مفيش كذا، مفيش كذا، بينهي الزواج في كام؟ في 13 سنة. ده معناه ايه؟ معناه انه العلاقات مش من السهل ان احنا نطلع منها، وانه اصلاحها افضل من ان احنا نطلع منها. بس في بعض الاحيان يا دكتور الناس بتبقى قاعده مع بعض عشان العيال، مش بالضروره يكونوا قاعدين مع بعض عشان ود ولا حب ولا احترام. خلاص، شكرا. وعشان كده اعتقد الطلاق اللي بيحصل في منتصف العمر ده بيبقى غالبا العيال وصلوا لسن معين، هم الاهل حاسين انه خلاص احنا وصلناهم لحته امان، فدلوقتي نقدر بقى ما نضغطش على نفسنا. طيب بصي، علشان انا يبدو ان انا اتفهمت غلط من اول ما حضرتك اتكلمت على الخيانه وقلت مش مشكله دي، واحنا انا هقول لك انا في لازم يكون في نيه، intention، نيه ولو 20% او 30% من الطرفين، للاستمرار في العلاقه، من الطرفين للاستمرار في العلاقه. ولازم يكون في نيه للاستمرار في العلاقه بالتغيير اللي هيحصل. يعني نذاكر كويس ونتعلم كويس ان احنا نحيي العلاقه بيننا. ولو حصل فيه عنف ولكن في اعتذارات قوية وتوقف عن العنف، أو في خيانة ولكن في اعتذارات قوية وتوقف عن الخيانة ونية حقيقية بعدم الاستمرار فيها، هنا هنقدر ان احنا نحيي العلاقة تاني. أما لو العلاقة وصلت معايا إلى مستوى ان أنا عايز أخلص، في ستات عايزين يموتوا عشان يخلصوا، أو عايزين الراجل يموت، أو راجل عايز يعني بتوصل أحيانا لهذا المستوى، صح. يبقى الموضوع منتهي. يبقى اكيد الطلاق احسن في الحاله. فالانتنشن او النيه هي اللي بتساعد في الموضوع. لكن مثلا جوزي خانني او مراتي خانتني، مش اول كلمه ان احنا نسيب بعض. نقعد ونشوف ده كان غلطه، ده كان حاجه قصيره، ده هل الراجل ده طول عمره كان كده،
هل الست ديت عملت ده اكتر من مره؟ هل في نية حقيقية عندهم ان هم يبقوا مخلصين لبعض؟ هنا الاسئله ديت بتدينا مؤشر الى انه ينفع يستمر ولا ما ينفعش يستمر. طب معلش في الحته دي سؤال يا دكتور نبيل، يعني انا متهيألي انه الموضوع برضو يتعلق بشخصيه الطرف الاخر. يعني يمكن في ستات، بنشوف ستات كتيره تقدر تغفر فعلا وتستمر الجوازه لو الراجل مش هيكرر هذه الخيانه. في ستات حقيقي مش هتنسى، انا منهم دول لا يمكن انسى. يعني لو ده حصل ما اعتقدش ان انا ممكن انسى، هفضل شايله بقى جوايا وهنتقم وهبقى عايزه انتقم ومش هقدر افوت ومش هقدر انسى. فيبقى احسن ان انا انفصل، لاني مش هقدر، مش هعرف اصحى الصبح واسامح، مش هسامح. انا رايي انه كل حاجه ما مش هي ديت، بس هو بالذات في الخيانه، بالذات في الخيانه انا رايي انه ليها اكتر من معنى. يعني ممكن تكون الشخصيه زي ما انت بتقولي، وممكن تكون الست ديت في حياتها الشخصيه تعرضت لخيانه كبيره جدا جدا، ولذلك هي الخيانه بتسمع جواها في صدمه هائله لا تستطيع تحملها. طيب البدايات الجديده بقى بعد ال40 وبعد ال50 وبعد ال60، الناس تبتدي تتجوز وتعيش قصه حب جديده، سواء كانت اول مره في حياتهم او بعد طلاق طويل او بعد ما ترملوا مثلا. ايه بقى ايه التحديات او ايه الحلو في ده، او ازاي ممكن يحصل؟ من الناحيه البحثيه الجواز الثاني افضل من الجواز الاول فعلا. مع انه تعلموا بقى من ملاحظتي، يعني من الناس اللي انا يعني بعرفهم يعني كتير جدا لما بتتجوز تانية بتكملش. ممكن تكون متعلقة بالطرف التاني. لا لانها يعني اللي بيتقال لي يعني انه هي اتعودت على فكرة انها مستقلة، فشويه لما بتتجوز تاني صح. بتحس انه هي رجعت تاني لحبسه وحد تاني بتاخد رايه وحد تاني كذا. فلا لا 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 انا ايه اللي خلاني اعمل كده في نفسي تاني؟ بس خدي بالك احنا بنتكلم على الغرب، بنتكلم على ابحاث اتعملت في الغرب، ما اتعملتش عندنا. يعني ما اعتقدش لا طبعا احنا ما بنقدرش نقول لا في عندنا ابحاث بس عام يعني، ولكن احنا بنقول انه الابحاث الغربيه بتقول ان الزواج الثاني اكتر نجاحا لانه في خبره، وهم طبعا بيتجوزوا مرات كتيرة، بيتجوزوا من 3 ل5 مرات في العمر. يعني دلوقتي في ارقام بتقول انه متوسط مرات الزواج في العمر من 3 ل5 مرات دلوقتي فعلا من 3 ل5 ايوه للقرار ده. فاحنا طبعا الوضع مش عندنا كده. فانا بقول انه الجواز الثاني ممكن يكون فرصة ان احنا نعمل علاقة زوجية ناجحة. ممكن لو احنا عملناها بشكل واعي وناضج وما فيهوش اندفاعية وما فيهوش نفس الاحتياجات واحنا صغيرين، لو احنا وعينا بده اعتقد انه ممكن يكون جواز اكتر نجاحا من الجواز الاولاني، مع الحفاظ على الاستقلالية الشخصية والمرحلة اللي احنا كبرنا فيها. لو حد مبتدي يتجوز بعد ال40 او ال50، بالذات الناس اللي ده مش زواج تاني بالنسبة لها، زواج اول، ايه التحديات بقى؟ لان دي ناس برضو بتبقى اتعودت تعيش لوحدها فترات طويله جدا. غالبا ممكن يكونوا متحققين في شغلهم، متحققين اجتماعيا، لكن لقوا حب حياتهم مثلا بعد ال40 او بعد ال50 او بعد ال60. ايه تحديات ده وايه الفرصه الحلوه اللي فيه؟ اعتقد انه بيكون اصعب لانه عاش فتره طويله لوحده. يعني بيكون اصعب على التأقلم مع وجود بني آدم تاني لازق فيا كده طول الوقت وبتاع، والسرير كان كله بتاعي فبقى مقسوم نصين. محتاج مجهود ومحتاج مساحة على المجهود يعني. لا محتاج مساحة. مساحة ازاي؟ مساحة للآخر، مساحة جغرافية مكانية يعني، ومساحة نفسية. محتاج ان احنا مش لازم نبقى لازقين في بعض طول الوقت، فنختفي عن بعض شوية، نغيب عن بعض عدة أيام، نعمل الناس بتتكلم عليه بارت تايم جواز ده. حضرتك مع البارت تايم جواز؟ طبعا طبعا. ليه بقى؟ ليه البارت تايم جواز ده؟ لأنه مناسب لناس كتير. مناسب ناس مسافرة، ناس عندهم أطفال، ناس عندهم شغل مش هيقدروا يكونوا متواجدين طول الوقت، وبيحافظ على تجدد العلاقه وبيحافظ على الاستقلاليه دي. ليه ميزات وليه عيوب الحقيقه. يعني ليه ميزات انه الناس بتجدد زي ما حضرتك بتقولي، بتدي المساحه الشخصيه موجوده، اعيش مع اطفالي ونتقابل في الويك اند، انت تعيش مع عيالك ونتقابل في الويك اند وهكذا. لكن ليه عيوب انه ما بيعملش ما بيعملش الهويه المشتركه، فبيفقدوا حاجات كتيرة جدا من احتمالية ان هم يكونوا بارتنرشيب. يعني ما بيحققش البارتنرشيب
اللي الجواز بيحققه. ما نقدرش ننكر ان برضو المسألة كل حالة ليها ظروفها. طبعا يعني ما ينفعش نقول بشكل عام كده فكرة وان دي ناجحة او فاشلة. كل ما اتنين بيبقى ليهم ظروفهم. طيب السؤال بقى اللي كل الناس موصيني عليه والهاجس اللي عندنا كلنا بعد مرحلة ما بعد 40، انا عملت ايه؟ يعني انا انجزت ايه في حياتي بعد كل السنين دي؟ بالذات طبعا مش بنتكلم على الاربعينات، لان الاربعينات دي بيبقى فيها لسه انجازات وكده. بنتكلم على الخمسينات الستينات، اللي هو انت تبتدي تحصد بقى ثمار اللي انت عملته في حياتك كلها، سواء بقى كان انك اتعرفت في مجالك او عملت فلوس او بقيت مستريح في حياتك اكتر وما الى ذلك. في ناس كتير يعني متوتره بالسؤال ده طول الوقت وحاسه انها فاشله. يعني انا ما عملتش حاجه، يعني ايه اللي عملته في الاخر؟ كل الناس بتتجوز وتخلف وعيالها بتكبر وبتتخرج في عالم اسمه إريك إريكسون، هو من المدرسه التحليليه، وهو كان بيشتغل في الاربعينات والخمسينات، وعمل نظريه اسمها 8 مراحل. وهو صاحب أول فكرة في إنه الإنسان قادر على التغيير حتى الموت. يعني قادر إنه يغير شخصيته، يغير هويته، يغير احتياجاته، يغير كذا حتى الموت. هو صاحب هذه الفكرة الحقيقة. وهو عمل المراحل الأخيرة في الحياة، عمل حاجة اسمها مرحلة stagnation versus generativity، يعني الركود مقابل التوليد أو الإبداع. وده بيواجه الأزمة اللي احنا بنتكلم عنها، إنه في هذه المرحلة بيحصل فيه تساؤل الهوية. أنا مين؟ وأنا عملت إيه؟ وأنا مهم ولا مش مهم؟ وأنا تاريخي، أنا عملت اللي كان نفسي فيه؟ أنا حققت اللي كنت عايز أعمله؟ بالظبط. هل اللي أنا عملته كفاية؟ هل أنا عندي إمكانية إن أنا ألحق نفسي وأعمل حاجات تانية مهمة؟ هل أنا مقدر في مجتمعي أو في عيلتي أو في المنطقة اللي أنا عايش فيها أو في الكوميونيتي اللي أنا بشتغل فيه إلى آخره؟ هل هم بيقدروني؟ هل أنا محبوب؟ كل الأسئلة دي بتطرح الحقيقة بعد 40، لأنه بيكون في نوع كده من المراجعة. وهرجع تاني أقول زي ما قلنا في الأول، هي فكرة الإنجاز. لو إحنا عاملين شغل والشغل ده متحافظ عليه، مش شغل بمعنى عمل، لكن شغل بمعنى شغل على نفسنا، شغل على علاقاتنا، شغل على عائلاتنا، شغل على مراجعة متابعة أحلامنا. لو احنا عاملين الشغل ده مش هيبقى فيه الأسئلة، بالعكس بقى احنا هنبقى عرفنا نفسنا وعينا بيها، وهنبقى عرفنا زي ما قلنا في الأول استقرار العلاقات بتاعتنا. هتبقى عارفين، هنبتدي نعمل زي ما اتكلمنا في الأول المغامرات اللي كنا مأجلينها. عارفة المغامرات دي بتيجي ليه؟ عشان احنا واثقين في نفسنا أكتر، ولا خايفين الوقت بيمر. أعتقد لو أنا براجع نفسي، أعتقد إن أنا بقيت واثق في نفسي أكتر، واثق في حكمتي وخبرتي أكتر. أنا الوسيلة اللي بتغلب بيها على الفكرة دي، فكرة إن أنا عملت إيه أو أنجزت إيه أو كده، إنه أنا بفتكر دايما الحاجات اللي أنا مبسوطة بيها بغض النظر عن إن أنا وصلت فيها النتيجة. فهمني؟ يعني مثلا عملت حاجة كان نفسي أعملها، ما بقتش أحسن واحدة، بس في الوقت اللي أنا عملت فيه الحاجة دي أنا انبسطت، وبالتالي بعتبر إن ده إنجاز. صح. وبقيس عليه بقى بقية الحاجات. صح. ده صح تماما. كويسة. هو ده الصح. ماي ليجاسي، الانجاز بتاعي او الارث بتاعي. المهم الرحله زي ما بيقولوا. المهم الرحله. بس لو اتعرضنا لازمات كبيره والازمات ديت ما اتحلتش او ما عملناش عليها شغل، هتيجي في المرحله ديت وهتنقح علينا جامد جدا. ازاي بقى يا دكتور؟ زي مثلا اتعرضنا لعنف مثلا في حياتنا، اتعرضنا لانتهاك جسدي او جنسي عنيف في حياتنا وما خدناش حقنا فيه، اتعرضنا لإهانة، ظلم أو إهانة جديدة وما خدناش حقنا، ما اشتغلناش حتى عليها مع نفسنا. يعني في ناس بتشتغل مع نفسها في الكلام ده، إنه أنا مثلا زي ناس كتير تعرضوا، لا بحس بمظلومية جديدة وعاشت معايا، هتيجي بقى في 40 وال50 هتنقح عليها. ليه هتنقح عليها؟ عشان ضعف، عشان ضاعت فرصة إن أنا أخد حقي. فبحس بالهزيمة.
فببتدي اراجع بقى هو انا مين، وانا عملت ايه، أندم وانا بقى. ما حققتش، وانا فشلت. زي ما مرحلة تكون الندم. حاجه زرار بتدوس عليه، لما حاجه تانية تحصل بالظبط. بيحصل بقى الكلام ده، تروح دايس بقى على الزرار ده على بيحصل لي طول. بقى كل مره يحصل لي حادثه صغيره، الاكترار يشتغل جوه دماغي، واقعد بقى اعيد وازيد في الحاجات دي. طيب المرحلة دي يا دكتور اللي هي مرحلة إعادة التقييم ومراجعة الإنجاز وأنا مين وحققت إيه وكل ده، بتستمر قد إيه؟ يعني أنا واضح إن هي الأربعينات دي والخمسينات يمكن ده قمة بقى المرحلة دي. هل الدنيا بتهدى بعد كده؟ يعني نبتدي نتقبل نفسنا بما حققناه، بما ما حققناهوش، بكل حاجة في مرحلة لاحقة، ولا بنقعد كده بقى طول العمر؟ لا. لحد الآخر من 40. لا، أغلب الناس بيمروا بمرحلة الرعب ده أو الهبوط، خلينا نسميها الهبوط أو التدهور النفسي في يمكن أواسط الأربعينات، يمكن بعد الخمسينات، بس بيلموا نفسهم بسرعة ويروحوا طالعين تاني. الهرمونات بقى والصحة النفسية، هل في حاجات بتتأثر بشكل حقيقي في مرحلة ما بعد الأربعين؟ بعد الخمسين، بعد يعني الخمسين نقدر نقول أكتر. بعد الستين كمان. الستات عندهم مشكلة في موضوع الاستروجين، بينهار انقطاع الدورة بقى بعد الأربعينات، بينقطع دلوقتي في الخمسينات. احنا عندنا أدوية دلوقتي ممنوع ان احنا نكتبها لأقل من 50 للستات تحت سن 50. ليه؟ علشان هم ممكن يحبلوا ويولدوا لغاية سن 50 49. يعني عندنا قواعد كده انه في أدوية ما نكتبهاش للست. وده ما كانش الوضع زمان. ما كانش الوضع زمان. ما كانش كده. صح. بعد ال40 كنا بنقفل الليلة. دلوقتي احنا بنقفل على 52 و55 و58 المينوبوز. مشكلة الست مش في المينوبوز، مشكلة الست في البري مينوبوز، فيما قبل انقطاع الحيض، وليس في انقطاع الحيض في حد ذاته. في من 40 إلى 60% من الستات عندهم أعراض قوية اسمها أعراض ما قبل انقطاع الحيض، من ضمنها الاكتئاب، من ضمنها الهبات الساخنة، من ضمنها اضطراب النوم، من ضمنها التوتر والقلق. بيسموه مش بس توتر والقلق، في حاجة بيسموها الاضطرابات المعرفية، اللي الستات بيسموها لخبطة شوية، الفوق، بيسموها الضباب. بالظبط، الفوق. عايز اقول انه ده مش حتمي برضو، احنا عايزين نقول انه من 40 ل 60%، وده بشروط. يعني الستات اللي حياتهم نشطة واللي بيلعبوا رياضة واللي بيمشوا واللي عندهم حياة اجتماعية قوية وعندهم حياة جنسية منتظمة وعندهم تغذية كويسة واخدين بالهم من صحتهم، هيبقى مختلف تماما. مرحلة ما قبل انقطاع الدورة دي هتبقى أحسن، هتبقى أحسن بكتير، ما يبقاش مش هيكون في حاجة. بس لكن ازاي يا دكتور؟ مش هو هرمونز وبتقل، فطبيعي انها تأثر. هيبقى في تغييرات بس في البشرة والشعر بس لو عاداتها الصحية كويسة والغذائية كويسة مش هتحس أو على الأقل هتقلل التأثير. يعني زمان كانت الستات ما بيبقاش عندها مشكلة قوي في الفترة دي فعلا، أو ما بتتكلمش، أو ما كانوش بيقولوا. أعتقد يعني ممكن ما كانوا ساكتين، ما كانوش كان عندهم ما كانوش بيتكلموا ممكن. فالست اللي قاعدة في البيت وما بتشتغلش وما بتتحركش هتعاني أكتر من انقطاع الحيض. لكن الست اللي بتنزل كل يوم وبتمشي وبتتحرك وعندها حياة نشطة ومخها نشط وجسمها نشط هتعاني أقل بكتير من انقطاع الدورة الشهرية. بمجرد ما الفترة ما قبل الحيض، الفترة دي الفترة دي على فكرة بتمتد ل5 سنين. ده في بعض الأحيان ممكن تقعد بيقولوا أكثر يعني كمان. بمجرد ما بتنتهي الدنيا بتبقى لطيفة جدا لو احنا محافظين على الكلام اللي احنا بنقوله. الراجل بقى ما عندوش حاجة شبه المينوبوز كده؟ عنده، عشان احنا حاقدين على الرجاله. عنده بس مش بالشكل الحاد بتاع الست. عنده ايه بقى؟ عنده تغيرات برضو، تغيرات التستوستيرون. التستوستيرون بس ده في سن بعد كده يا دكتور، مش كده؟ بعد كده طبعا. يعني بيكون اكبر، بيظهر بعد ال50. نقدر نقول بعد ال50، بعد ال60 اكتر بكتير. يعني هو التدهور الحقيقي بيحصل بعد ال60. بس اللي بيحصل مع الراجل بقى غير اللي بيحصل مع الست. ازاي؟ الاكتئاب بيزيد عند الرجاله بعد سن ال60، الاكتئاب بيقل عند الستات بعد سن ال60. فعلا؟ بالعكس بقى، لا يسجل اضطرابات نفسيه جديده عند الستات بعد سن ال60، تقريبا صفر. ليه بقى؟ بالخبره
والرواق بتبقى عارفه هي عايزه ايه والراحة، خلاص بتبقى عارفة هي بقى. عايزة وغالبا إيه. مرحله المينوبوز بتبقى عدت، فتبقى هرموناتها عدت، استقرت، فبتبقى مستقره والعلاقات مستقره وحاسه بقيمتها في وسط عيالها، واخده وسط أحفادها، قراراتها، خدت واخدة قرارات اللي هي عايزه قراراتها. تاخدها. الرجاله بيحصل لهم زياده في الاكتئاب، زياده في حدوث اضطرابات نفسيه جديده بعد سن ال60، وده من غرائب الامور يعني هل عشان الشغل مثلا بيقل في كتير من الاحيان؟ حاجات كتير. ولا علشان فعلا التغير الهرموني كمان، ولا الاثنين مع بعض؟ التغير الهرموني والتغير والشغل، انقطاع المعاشات مثلا، تحس إن دوره ودوره الابوي بيتقلص، اللي هو ما كانش كان دوره انه بيجي بالليل يزعق في العيال او يقول لهم عملت كذا او ما تعملش كذا او بتاع. فكل ده بيتاثر، احتمال قدراته الجنسيه بتقل، والقدرات الجنسيه عند الراجل لها غير الجاذبيه، يعني الست عندها الجاذبيه الجنسيه لكن الراجل عنده القدرات الجنسيه فهي بتقل كمان. دي ممكن تاثر في ثقته في نفسه كتير، وخصوصا بقى اللي هو مش محافظ على صحته، ما بيلعبش رياضه، ما بيدخن سجاير، فده بيزود خطوره التدهور، فبيكتئب. لكن ده مش حتمي، بمعنى انه الرجاله اللي بيستثمروا تاريخهم الشخصي وبيستثمروا كبرهم في السن وحتى نقص التستوستيرون في جسمهم اللي بيخلوهم اضعف واكثر حنيه واكثر انسانيه، بينجحوا ان هم يعيشوا حياه غنيه في السن ده. يعني انا ابويا مثلا عنده 90 سنه دلوقتي، ابويا سلم ارضه لاحد الابناء يديرها، وعايش حياته ما بين البلد وما بين اختي في اسكندريه وما بين القاهره عند اختي او عندي، ومتعته انه يكون مع الاطفال ويخرج معانا، وبقى مغامر، بقى عايز يعمل حاجات كتير ما عملهاش قبل كده، مش بس على المستوى السلوكي، على المستوى الفكري. يعني بيتابع بشكل قوي جدا اليوتيوب، ينام على اليوتيوب ويتابع حاجات غير تقليدية تماما، بيكتشف حاجات ما شافهاش قبل كده. ومن كام يوم بنتكلم على عينيه، وانه ابتدت عينيه تتعب، فمحتاجين نعمل عملية عدسات وبتاع. فقال انا لو عملت العملية وشفت كويس انا هشتري عربية تاني وارجع اسوق. يا نهار ابيض، دي حاجة جميلة جدا. انا بطلت قرايه، هو كان بيحب القرايه، فقال لي انا نفسي اعمل العمليه عشان ارجع اشتري عربيه وارجع اسوق تاني. انا بيني وبين نفسي طبعا قلت لا يمكن هسمح له يسوق، بس شوفي. فهو بسبب اعتقد انه ليه علاقه بالضعف بقى اكتر حنيه، هو بقاش متمسك ان هو لازم هو خالص يدير ويعمل وكده وسلم بقى ابدا. وبقى بيحترم الاختلافات بشكل يعني رائع، يعني لدرجه ان انا بقول لنفسي احيانا ان انا محظوظ بالراجل ده انه في حياتي. يعني محظوظ ان انت شفت المرحله دي، ان هو ان انا مطمن على نفسي عنده ايوه مش بالي. ايوه انت شايف نفسك، انا محظوظ أيوة. ان انا يعني هعيش بالشكل ده زي ابويا، اكيد جيناته معايا يعني. ايوه لا لو ما حصلش مصيبه يعني. ده منطق حلو يعني، دي زاويه حلوه. طب دكتور نبيل، حضرتك اتكلمت على انك يعني باصص على نموذج باباك وشايف انه ده بيطمنك. عن نقيض بقى في بعض الاحيان الحاج نصر الحاج نصر مطمنك على مستقبلك. مظبوط. في بعض الاحيان متهيألي اللي بيخوف الناس كمان في المرحله دي ان هم يمكن شافوا نماذج اقل ايجابيه، فخايفين ان هم لما يكبروا يبقوا عاملين كده. ساعات نقعد يعني ساعات ناس تقعد تقول فكروني لما اكبر ما اعملش كده، فكروني لما اكبر ما بقاش كده. انا بشوف في العياده ناس بتيجي العياده تشتكي مش من التعب النفسي ولكن الخوف من الزهايمر مثلا، لانه الام او الخاله او العم او الجد او الجين موجود، فمرعوبين. او مثلا كارهين نفسهم وكارهين حياتهم بسبب انه التدهور في الكبر السن في الام او الاب بقوا اشخاص مخيفين ومؤذيين، وهي خايفه تعمل كده في عيالها. بتقول لهم ايه فعلا؟ بقول لهم ان انتم مختلفين. ما هو الجينات بقى، ما زي ما حضرتك شايف انت زي الحاج نصر، الجينات ما يمكن هم يبقوا الجينات مش حتميه على فكره. مهم الحته ديت، مهم ان احنا نقول ان الجينات ان احنا نستطيع ان نتحكم في الجينات. ايوه فكره الجينات مش حتميه دي مهمه قوي. الجينات مش حتميه، الجينات بتشكل من 25 ل 50%. طب ال 50% الباقيه بتيجي منين؟ بتيجي مننا، من وعينا. فلو انا
عندي جينات الاكتئاب او جينات حتى الالزهايمر. بالمناسبه حتى الالزهايمر، الحياه النشطه الصحيه بتاجل الالزهايمر لوقت أيوة. متاخر جدا في العمر. ايوه. فانا عايز اقول انه حتى جيناتنا ليست حتميه ونستطيع ان نغيرها. وفي حاجه علم كامل اسمه ايبيجيناتيك، اللي هو الجينات البيئيه، اللي هي التاثير البيئي على الجين. انه الجين يتاثر، وظائفه تتاثر بالبيئه. فلو انت عايشه الحياه اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، اللي هي الحاجات الاساسيه في الاول، هتغيري كتير من وظائف الجينات بتاعتك. مش هتغيري الجينات عشان بس الناس الانتباه تفهم. مهم جدا، فكرة انك تقاوم الحاجة بالتدريب، لانه فعلا الناس اللي بتحل كلمات متقاطعة او سودوكو او بتقرا كتير او بتتفرج وتتناقش او نشطة اجتماعيا، نشطة اجتماعيا بتتأخر جدا في انها الجين ده يسيطر عليه. انا عايز اقول بس نشطة اجتماعيا مش معناها ان هي تحافظ على العلاقات الاجتماعية، لا، ده معناها ان هي تتعرف على ناس جديدة، تتعرف على ناس جديدة وتنزل وتخرج طبعا لو احنا اصحاب وبنتقابل كتير هنبطل نندهش من بعض. ايوه. فمخي هيشتغل معاكي بحته صغيره قد كده. والله دي من الحاجات اللي انا يعني ازعم ان انا عملتها بعد ال40، ان انا دواير علاقاتي كبرت. يعني بقى في حاجات مثلا اتعلمتها، فبقى في مجموعه خاصه بالتعليم الحاجه دي، وحاجه بالزبط. تانية مش عارفه فين، وحاجه، فبقى عندي دواير كتير ما يعرفوش بعض وفيها تنوع. فده يعني اتمنى بالزبط. ان انا ما يجيليش زهايمر قريب. يعني نشط اجتماعي ان هو يتعرف على ناس جديده كمان. انه يندهش اجتماعيا، يحافظ على اندهاشه الاجتماعي. الاندهاش معناه انه المخ بيفوق وبيشتغل بكل كيان، يسمع كلام جديد ويدخل في مناقشات جديده. طيب دكتور نبيل، اخر سؤال بقى عشان يعني نقفل على كده القفزات، حاجات ايجابيه، لا ونسيب الناس مع افكار ايجابيه. احنا اتكلمنا على الاضطرابات اللي ممكن تحصل، التحديات يعني في حاجات سلبيه، بس كمان اكيد في حاجات ايجابيه ممكن تحصل بعد ال40 وبعد ال50 والمرحله دي. زي ما حضرتك كنت قلت في الاول انه دي المرحله للناس، بالذات في كتاب حضرتك عن الستات، مرحله اللي ممكن يبقى فيها هدوء ما بعد فتره معينه. ايه بقى الايجابيات اللي ممكن الناس تتطلع ليها وتبقى شايفاها كده، بالذات اللي داخلين على 40 وخايفين، او اللي داخلين على 50 وخايفين، او 60؟ مهم جدا الناس تسال نفسها، هل انا بقيت عارف نفسي اكتر من قبل كده؟ مهم جدا. طيب السؤال الثاني ده سؤال الهويه. سؤال الهويه، هل انا بقيت عارف نفسي، عارف انا مين واحتياجاتي ايه ومشاكلي ايه ونقاط ضعفي ايه وقوتي ايه والكور بتاعي او الجوهر بتاعي ايه؟ فدي اسئله مهمه الناس محتاجه تسالها عشان لمزيد من التعرف على الهويه الشخصيه. السؤال الثاني، اللي انا عملته في حياتي كان مفيد، كان مهم، كان مؤثر، كان ليه معنى؟ فده مهم جدا السؤال ده. لو انا جاوبت عليه، لو انا حتى بشتغل يعني اي شغلانه، حتى لو شغلانه بسيطه، بس انا اثرت في ناس، عملت حاجات كويسه، رضيت الناس كانت راضيه عني في شغلي، على مستوى الشغل بقى، الشغل المهني. الشغل يعني المهني. انا كنت مفيد كنجار، عملت شغل كويس. ناس كانت بتتبسط من شغلي. يعني انا نقدر نقول كمدرس كنت يعني نقدر نقول يبروز الحاجات البسيطه اللي هو كان فاكر انها عاديه. لا، هي مش عاديه. بالظبط. هو عمل حاجات مش ما عملش. بالظبط. صح، نبروز الحاجات، يبروزها قدامنا. بالظبط كده. السؤال الثالث، ايه الحاجات اللي انا شاطر فيها؟ هل انا شاطر في حاجه؟ 1 2 3 4 شاطر حتى في ان انا بعرف اماكن كويسه للاكل، بعرف اشتري، بعرف اسمع، بعرف افكر مع حد، بعرف اخطط لحفلات. يعني في نماذج كتير من ابسط الحاجات. فانا هل انا شاطر؟ ايه الحاجات اللي انا شاطر فيها؟ ده وعي بالمرحله، بدل ما احنا تايهين وخايفين ومرعوبين. بن حاجه اسمها بنكونكريتايز المرحله. يعني ايه كونكريتايزيشن؟ يعني بنعملها عيانيه ماديه، مش تايهين فيها. 4، انا عندي مجتمع، عندي ناس بيحبوني، عندي ناس بحبهم وبيحبوني وبيبادلوني التقدير وبيطلبوا مني مساعدة وهكذا. فده مهم ليه؟ لأن أنا بقيت مهم. يبقى أنا مهم. أنا مهم. دي الأسئلة الأساسية اللي ممكن تخلي حد في الأربعينات يطمئن ويبص لقدام.
نبلور هويتنا الأربعينية. احنا في ال40، احنا في ال20 لسه عايزين ننجز ولسه عايزين نعرف، ولسه احنا في ال40 احنا اشتغلنا وعملنا علاقات وصاحبنا وخرجنا وسافرنا، فاحنا محتاجين نبلور ده، نحطه في صورة متعلقة قدامنا ونقراه ونشوفه بالزبط. ونحس ان هو وده يساعدنا على ان احنا نتفادى بقى اي مشاكل نفسية او اضطرابات نفسية في المرحلة دي. يساعدنا نتفادى أزمة منتصف العمر. هايل بالظبط. احنا يعني بنشكرك جدا على السباحة المتواصلة في حاجات كتير، أفكار كتير مختلفة، بس كلها بتصب في مصلحتنا وأزمة منتصف النفسية عشان نتفادى أزمة منتصف العمر. أنا سعيد جدا. ميرسي يا دكتور نبيل. واكسايتد جدا ومستني الحلقة الجاية. ميرسي يا دكتور، شكرا.